الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ويقينا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فقد كنا في الحلقات الماضية، وهذه الخمس الماضية وهذه السادسة. طبعا في الحلقات الماضية حاولنا نعلق على مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته، وهي مقدمة نافعة ماتعة فيها من الإرشادات التي أرشدنا فيها إلى، أو نقول مفاتيح لهذه الرسالة، حيث ذكر في ذلك جملة من الأصول والفروع، وأشار إلى المنهجية التي سلكها في رسالته رحمه الله. ومقدمة كل كتاب هي دليل أو فهرسة ميسرة أو مختصرة لذلك الكتاب. نعم. ونشرع الآن في الكتاب ما تنطق به الألسنة، ما يجب أن تعتقده القلوب بالواجب أمور الديانات كما ذكر رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب هو أول الأبواب التي عنونها في رسالته رحمه الله، وهذه الرسالة كما قلت مسندة بألفاظها إلى الإمام أبي زيد رحمه الله عليه، وكنا قد أخذناها قراءة على مجموعة من الشيوخ. أنا كتبت هناك منهم متواقعين، منهم شيخنا المسند الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الختاني، وهو قد أخذ عن والده رحمه الله عليه عبد الحي الختاني، ومعروف من علماء الإسلام. وأيضا الشيخ العلامة ظاهر الحق المباركفوري رحمه الله عليه، وقد توفي قريبا، وهو آخر تلاميذ الشيخ المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي. وأيضا الشيخ العلامة مسند عبد الرحمن أو عبد الله بن محمود الدويشي من بلاد الحرمين، وكذلك الشيخ المسند مصطفى بن حسن الخديوي من علماء اليمن المسندين، وكذلك الشيخ المسند علي صغير زنبر الأهدب. والحمد لله هذه قرأت عليهم بتواقعهم هنا. ربما سنصورها بعد تمام الرسالة، ليس الآن، لما خلص الرسالة. نعم. إذن هذا باب ما يجب أن تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة، أي باب ما يجب أن تقوله وما أن تعتقده بقلبك من واجب أمور الديانات. نعم. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. نعم. إذن أول ما ينبغي أن يجب على العبد أن يؤمن بقلبه بأن الله سبحانه وتعالى، وينطق أيضا بلسانه بأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. فمن اعتقد بقلبه وهو قادر على النطق بلسانه فلا ينفع اعتقاده، ومن قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فلا ينفعه قوله، كما فعل المنافقون، حيث أنهم قالوا ذلك بألسنتهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية حتى لا يقتلوا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا أي بقلوبهم والعياذ بالله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي في آخر الأمر أن يصلي عليه لأنهم كفار والعياذ بالله. لذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، وهذا الذي يجب أن يقوله المسلم وأن يعتقده. فمن اعتقد غير ذلك فهو كافر. لو اعتقد أن مع الله إلها أو شخصا أو رسولا أو ملكا أو نبيا أنه يضر أو ينفع أو يعطي أو يمنع، فهذا مخالف للاعتقاد الصحيح. وإنما يعتقد أن الله إله أي معبود
واحد جل وعلا، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله جل وعلا، لا يشبه أحد من خلقه ولا نظير له في ملكه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له كافر ولا نظير ولا شبيه. نعم، أن الله إله واحد، وهذا الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. الله ما أرسل رسول إلا ليوحد الله عز وجل، يدعى له التوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له. نعم، ولا شبيه له لا إله غيره ولا شبيه له، أي ليس له مشابه ومماثل. نعم، ولا نظير له أيضا مرادف بالشبيه، أي ليس له شبيه ولا مماثل جل وعلا. نعم، ولا ولد له، ولا ولد له، وقد بدأ بالولد لأنه أكثر ما أشرك بالله سبحانه وتعالى فيه. فقالت اليهود لعنة الله عليهم، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال مشرك العرب قالوا إن الله سبحانه وتعالى له بنات، اصطفى البنات على البنين، فجعلوا لله سبحانه وتعالى جعلوا له البنات، وهذا من الكفر والعياذ بالله. وهناك أيضا الله سبحانه وتعالى كما قلت لما ذكر في سورة الإخلاص قدم نفي الولد على الوالد. ما في أحد من المشركين قال لله والد، لما قالوا له ولد ولو صاحبه. فقال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، فبدأ بنفي الولد سبحانه وتعالى. وأيضا نفى الوالد جل وعلا، لا والد له. نعم، ولا والد له ولا صاحبة له ولا زوجة له، لأن من له زوجة فهو فقير وضعيف يحتاج إلى من يعينه في حياته، والله سبحانه وتعالى غني غنى مطلق لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل هم محتاجون إليه مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال سبحانه والله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نعم، وقال سبحانه بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فهو جل وعز منزه عن الولد وعن الوالد وعن الشبيه وعن النظير وعن الصاحبة. نعم، لا شريك له. وهذا تأكيد لما قال من أنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير، بل هو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في سلطانه ولا شريك له في ملكوته ولا يشارك أحد في حكمه سبحانه وتعالى. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنه يقع التمام أحدهما لا بد أن يكون أقوى من الآخر، فالقوي هو الله. وكل ما سوى الله عز وجل من معبود فهو باطل، ولذلك قلنا شهادة التوحيد هي لا إله إلا الله، أي لا معبود. الإله بمعنى المعبود، من أله يأله عبد يعبد. وقد جاء في قراءة شاذة ويذرك وإلهتك أي عبادتك. نعم، إذن فهذا معنى العبادة، ومنه طريق معبد يعني بمعنى مذلل مسلوك إلى آخره. نعم، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. نعم، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، فهو الأول لم يكن قبله شيء سبحانه وتعالى، وليس بعده شيء، كما جاء في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن هو الأول سبحانه وتعالى وهو الآخر. وطبعا نفي الشبيه والنظير متضمن إثبات كمال أحدية الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن كل نقص، فكل صفات الكمال هي لله وكل صفات النقص هي للمخلوق، وما اتصف الله إلا بالكمال جل وعلا. فكما قال كل ما جاء في القرآن من نفي شيء عن الله فإنه متضمن لضده.
الله سبحانه وتعالى لم يتصف إلا بالكمال، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولا يظلم ربك أحدا نفع نفسه الظلم فضده النقص، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين دال على إثبات كمال علمه. والآية التي قبلها دال على كمال عدله سبحانه وتعالى وجبروته جل وعلا. نعم، لا أولية لوجوده ولا آخرية له سبحانه وتعالى، يعني لا لآخريته انقضاء. نعم. ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. نعم، لا يبلغ كنه صفته أي حقيقة ذاته جل وعلا، ولذلك لا يعلم الله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم صفات الله تبارك وتعالى إلا الله أو ما جاء على لسان أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى سوى ذلك فهو كاذب، لأنه لا أعلم بالله منه جل وعلا، فهو الذي وصف نفسه لرسله وهم بلغوا صفاته عليه عز وجل على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال لا يبلغ كنه صفته الواصفون، كما قلت الكنه أو كنه الشيء هو حقيقته، نعم، ونهايته. وعرفته كنه المعرفة، معنى عرفته حقيقة المعرفة. نعم، لو كنه صفته الواصفون، فكل من وصفوه من غير طريق الوحي فهم كذبا، لأن الله عز وجل قل الله أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالة، الله أعلم سبحانه وتعالى بنفسه بذاته بصفاته بأحديته بكماله، فلذلك يعني أوحى إلى رسله بعض الصفات فهم بلغوها إلى الناس. نعم. ولا يحيط بأمره المتفكرون. طبعا عندما نقف عند صفات الله عز وجل نجد أن العرب الأقحاح الذين نزل فيهم القرآن وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله أو آية أو 10 سور لم يعارضوا أبدا في أمر الصفات. سبحان الله، كم يفهمون لغة العرب. فلا أبو بكر لخير الرسل يقول اشرح لي، أبو بكر ما قال اشرح لي هذه الصفات، ولا أبو جهل أيضا اعترض وقال هذا الرسول الذي جاء بذكر عن الله ويقول في صفات لا يستحقها أبدا، ما عارض لا هذا ولا هذا، ما هو كان يبحث عن الشبهات ودحض هذه الرسالة، ولكن لم يقول هذا. نعم. لأنه لا يحيط بأمره المتفكرون أيضا. لو تفكر الإنسان ليلا ونهارا لعجز أن يصل إلى كل ذات الله عز وجل، لأن عقله محدود. نحن الآن بصرنا محدود، نحن ننظر هذا الحائط وهذا الحائط وهذا والسطح، لكن لا نرى ما فوق السطح ولا وراء الحائط ولا وراء الحائط هذا. إذا البصر محدود، فكذلك العقل محدود، عنده سقف يصل إليه ثم ينتهي. فمهما تفكر الإنسان فإنه لا يستطيع أن يصل إلى كل الله وحقيقته. ولذلك ينبغي أن يتفكر في خلق الله ليزداد إيمانا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فلا يتفكر الإنسان في الله، وكل ما خطر بذلك فالله الخالق لذلك، لأنه لا تدركه الأوهام ولا الصفات الخيالية، وكل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك سبحانه وتعالى. نعم. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. نعم، قال ولا يتفكرون في ماهية ذاته، كما قلنا الحديث الذي مر معنا. قال طبعا هناك قد تأتي الإنسان وسوسة يأتي الشيطان كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح مسلم أن الشيطان يأتي أحدا فيقول من خلق فلان، من خلق كذا، فيقول الله، فيقول من خلق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأبي هريرة، وقد جاءه الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن شأن الخلق
ثم قالوا له من خلق الله، فأخذ حصى وجعل يكتب ويقول صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمر الوسوسة. الوسوسة إذا كانت في القلب ولم ينطق بها الإنسان لا يؤاخذ عليه، لكن إذا نطق بها سيؤاخذ عليه. والوسوسة قد يأتي الشيطان ويأتي بأفكار عن الله عز وجل وكذلك، فعلاجها أن تقول آمنت بالله ورسوله وتدفل على يسارك، تدفل بشدة كما يفعل الراقي، ثم تتعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وتقرأ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويتوقف عن التفكير ويشغل نفسه فيما سوى ذلك، فإنه لو بقي يتفكر لانشغل وضيع الإيمان. وشكى الصحابة رضي الله عنهم الوسوسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان يأتيهم بهذا، فقال الحق قالوا يا رسول الله إنه ليأتيني يعني في قلوبنا ما نستحي أن نقوله، فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ولا يمكن للشيطان أن يوسوس إلا في قلب مؤمن بالله، لا يوسوس في قلب كافر. وقد قال اليهود لعنة الله عليه، قيل لابن عباس رضي الله عنه إن اليهود يقولون إن الشيطان لا يوسوس لنا، فقال وما يفعل اللص ببيت خلي؟ اللص ما يمشي البيت ما فيه لا متاع ولا فلوس ولا شيء، يمشي البيت عامر ويسرق منه، والشيطان لص، فإذا وجد خري ما يفعله خلاص الجيبه ماشي مع الجانب. نعم. أعد. يعتبر المتفكرون بآياته. إذا ينبغي للمتفكرين أن يعتبروا بآياته سبحانه وتعالى فينظروا في ملكوت السماوات والأرض. نعم. ولا يتفكرون في ماهية ذاته. نعم، ولا يتفكرون في ماهية ذاته سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يمكن الإحاطة بشيء من ذلك أبدا، لا لنبي ولا لرسول ولا لملك ولا لصالح ولا غير ذلك، وإنما ينبغي أن نؤمن بهذه الصفات وهذه على ما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام من إقرار وإبرار. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. طبعا الشيخ رحمه الله المصنف أورد هذه الآية ليستدل بها على ما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا فأحق من يصف الله تبارك وتعالى ومن والله عز وجل، ويصف نفسه بنفسه، ويصف الأنبياء والرسل بما بلغهم الله عز وجل، بما كلمهم وأوحى إليهم به. أما ما سوى ذلك فهو افتراء وخلق على الله عز وجل، ولذلك ينبغي في الصفات أن نكرها ونمرها من دين تأويل ولا تعطيل ولا فلسفة ولا غير ذلك. نعم. ولا يؤوده حفظهما. لا يثقل الله سبحانه وتعالى ولا يكرهه حفظ السماوات والأرض. أنت لو أعطاك قارورة تحفظها لا نعست وتركتها تسقط، ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل وعلا، ولا يثقل حفظ شيء كائن من كان، فهو الله الخالق سبحانه وتعالى القادر. ولذلك أورد هنا جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. نعم. قال العالم الخبير، أي هو سبحانه وتعالى العالم أو العليم الخبير، كلاهما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى يدلان على صفتي العلم والخبرة، فهو عالم وخبير جل وعلا بما تؤول إليه الأمور وبما تكون عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى فيما لم يكن لو كان، قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني أهل النار يقولون ربنا أرجعنا نعمل صالحا، قال ربي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهو عالم سبحانه وتعالى وخبير بما سيؤول إليه كل شيء لو قدر الله أن يكون ذلك الشيء. لذلك قيل علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. شكون يعلم؟ علم ما كان وعلم ما يكون وعلم
إذا فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الشيء الذي شاء الله أن يعرفه عرفه به. لذلك ينبغي أن يتأدب مع الله بصفاته وأسمائه جل وعلا. السميع البصير أو المدبر القدير، فهو المبرئ للأشياء سبحانه وتعالى بعلمه وبآثار هذه الأشياء، ويعلم ظهورها أي ما ستؤول إليه هذه الأشياء. وهذا الاسم لم يرد صحيحا في أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الحديث الترمذي الذي فيه إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة والله الذي لا إله إلا هو عالم. هذا حديث ضعيف أصلا، ولكن أيضا هو ورد فيه ولكن ليس بصحيح. كلمة المدبر لم تأتي في حديث صحيح ولم تأتي في كتاب الله بهذا الاسم، وإنما جاءت بصيغة الفعل يدبر الأمر سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إذن جاء هذا الاسم بصيغة الفعل فقط ولم يأتي بصيغة اسم الفاعل المدبر جل وعلا. طيب، قال القدير، وهو سبحانه وتعالى قدير، وهذا لفظ مبالغة من قادر، وهو يدل بأن الله سبحانه وتعالى تام القدرة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، ولا يلامس قدرته عجز ولا فتور ولا لغب بأي وجه من الوجوه. لذلك اليهود عليهم لعنة ربنا المعبود قالوا بأن الله خلق السماوات والأراضين ثم استراح يوم السبت. تعرفون هذا؟ اليهود قالوا لعنة الله. فقال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض صح عليها في 6 أيام وما مسنا من لغوب. حتى مجرد كما يقول تفكر باللي تتعب ما يتعب الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وما مسنا من لغوب. فالله تبارك وتعالى حتى المجرد كما يقول نحن يعني ربما يقول إليك هذا الأمر إلى الكعب سبحانه ما مسه ذلك وما مسنا من لغوب. فهو تام القدرة جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يلامسه عجزه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد أن يعينه بشيء من الأشياء. السميع البصير، فهما أيضا صفتان اسمان ثابتان لله عز وجل يتضمنان صفتين. إذا هنا اسم وصفة، السميع وصفاته السمع، والبصير وبصفاته البصر، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. وهذه الألفاظ ما ورد هكذا، لأن بعض المعتزلة وغيرهم قالوا هو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة من الفلسفة والفلسفة. والله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ليش؟ إن الله سميع بصير سبحانه وتعالى. وقد ذكرت صفة السمع والبصر كثيرة جدا، لذلك يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى صفة السمع التي تليق به جلاله سبحانه وتعالى، دون أن تؤول وتسوي دراسة شيء. ليس كمثله، هذه تقطع لك الوساوس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والبصر أيضا له صفة سبحانه وتعالى أن نقرها ونمرها كما جاءت. قال البيهقي رحمه الله السميع من له سمع يدرك به المسموعات، والبصير من له بصر يدرك به المرئيات، وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته جل وعلا غير منفصلة عنه، وهي صفات قائمة به جل وعلا. نعم. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياض عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام المحن. الله سبحانه بعض يصير يشوفه، الله تشوف المخ بتاعها يجري في الساق بتاعها، بداية الساق وشوف الدم يمشي في الشرايين، وشوف الجنين بتاعها في بطنها، سبحان الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات ووسع بصره كل شيء جل وعلا، ولذلك يعبد الإنسان كما أخبرنا بها سبحانه وتعالى وكما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العلي الكبير، العلي على خلقه سبحانه وتعالى، وهذا أيضا الاسم يتضمن
اسما وصفة. الاسم وهو العلي والصفة هي العلو، والعلو المطلق، علو الذات، علو القهر، علو القدرة سبحانه وتعالى، فإنها من لوازم العلي جل وعلا، فهو علي في ذاته، علي في قدرته، علي في قهره سبحانه وتعالى، فله علو مطلق بكل اعتبار ومن كل الوجوه. وقد قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى جل وعلا. سبحان الله. إذن نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا، عند اسم العلي، ونسأل العلي الأعلى أن يمن علينا بالعلم النافع